علشان تبقى الأفضل لازم تدفع التمن، وخليك فاهم من الأول حتى لما تبقى الأفضل هتفضل طول عمرك تدفع التمن، بس الفرق إنك ساعتها بتدفعه وإنت واقف مش محني. التمن مثلا تحمل مسؤولية، إن الكل يبقى نايم وإنك بتشتغل وبتجتهد، صحابك يبقوا قاعدين على القهوة بيضحكوا وبيتصرمحوا وإنت يا ولداه فاحت نفسك في المذاكرة. فلو مستعد لتحمل الضغط ده والحروب اللي هتقابلك يبقى هتوصل، بس اوعى تستنى راحة حتى بعد ما توصل، لأنك أول ما ترتاح غيرك هيجري وياخد مكانك. وحط في بالك إن عادي جدا تتوجع وتتألم، الألم مش عيب، العيب إنك تختار وجع ببلاش أو بدون مقابل، لأن وجع القمة أحسن 1000 مرة من وجع القاع. هنا وانت فوق بتتوجع وهناك برضه بتتوجع، وكل الناس دايسة عليك، ده ألم وده ألم، بس مش كل ألم واحد. اللي بيروح الجيم ويشيل حديد بيتوجع، بس ده وجع بالمزاج، وجع بيبني، وجع رفاهية. واللي بيشيل أسمنت ويطلعه الدور العاشر عشان لقمة العيش ده برضه بيتوجع، بس ده وجع تاني، وجع بيكسر الظهر مش بيبني مستقبل. فاسأل نفسك انت عايز انهي وجع، وجع يرفعك ولا وجع يدفنك؟ لو فاهم حاجة بقى شد حيلك وعافر وكمل، وما تستناش تسقيف من حد. لو الكلام لمسك اعمل لايك وتابع الصفحة، لأن اللي جاي تصحيح مسار.